ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، فيديو النهارده بخطوات بسيطه قوي هعرفك ازاي تعرفي نوع بشرتك. بس قبل ما نبدا الفيديو اعملي لي لايك واشتركي في القناه لو انتي اول مره تشوفي الفيديو. فعلي زر الجرس، اضغطي على كلمه الكل او الاول اللي جنب الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. كمان ما تنسيش تعملي لي فولو على الانستجرام والفيسبوك، هسيبلك اللينكات كلها في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. يلا نبدا الفيديو. اول حاجه لازم كل بنت تكون عارفه نوع بشرتها كويس جدا، لان ببساطه لو جبتي اي غسول او اي مرطب مش مناسب لبشرتك هتضريها جدا. يعني مثلا لو انتي بشرتك دهنيه وجبتي غسول او مرطب للبشره الجافه، هتلاقي ان وشك كله بقى دهون وزيوت. من ده طبعا غير الزيوت اللي في وشك اصلا، اللي وشك بيفرزها كده. ممكن يطلع لك حبوب والمسام تتسد ممكن من كتر الدهون اللي خدتيها. فلازم نعرف نوع بشرتنا ايه كويس. هنعمل اختبار بسيط جدا. اول حاجة اننا نغسل وشنا بمية دافية وما نستخدمش اي غسول، لان ممكن الغسول يغير طبيعة البشرة. يعني ممكن تستخدمي غسول يكون بيشفط الدهون اللي في البشرة، فلما تعملي الاختبار مش هنعرف البشرة دي طبيعتها ايه بالظبط، لان الغسول ممكن يأثر عليها. فاحنا هنغسل وشنا بالمية الدافية عادي جدا، وبعد هنجيب منديل زي ده كده وهناخد منه طبقة واحدة. المناديل عموما ساعات بتبقى طبقتين او بتبقى 3 طبقات، فاحنا هنفك ده كده وهناخد منه طبقة واحدة بحيث ان هي تبقى خفيفة. هنحطها بقى على وشنا ونبدأ نضغط على وشنا كله كده. لو وشك بقى طلع دهون من عند المناخير والدقن والجبهة يبقى كده بشرتك مختلفة. لو مثلا المنديل كله اتملى دهون يبقى كده بشرتك دهنية. لكن لو المنديل زي ما هو ما فيهوش اي حاجة يبقى بشرتك من البشرة العادية او الجافة. وبس خلاص كده نكون خلصنا الاختبار، سهل وبسيط. وايا كان عايزه افهمك ان ايا كان نوع بشرتك فهتلاقي منتجات كتير قوي عشان تهتمي ببشرتك. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك وكومنت وشير وجروبات البنات عشان كلنا نستفيد. ولو اول مره تشوفي الفيديو اشتركي في القناه وفعلي الجرس ودوسي على كلمه الكل او الاول اللي جنب الجرس عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. متنسيش تعملي لي فولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت. باي باي.